السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إسماعيل عياش من غزة. ما شاء الله. الحمد لله على كل حال، والحمد لله أن الله تبارك وتعالى يعني أكرمني وجعلني أقف هذا الموقف. صحيح، يعني أنا أقف أمامكم وأنا أنظر لنفسي أني أسعد إنسان على وجه الأرض، وأرى نفسي أحسن صحة على وجه الأرض، وأنا متأكد أن الجميع الآن ينظر، لربما إلا من سمع القصة أو جزء منها يعلم بأنني مريض، لكن الحمد لله على هذه النعمة. أنا أجريت لي 37 عملية بخطأ طبي. كان وزني 140 كيلو، اكتشفوا كان عندي برنامج لمساعدة بعض الناس بالحصول على إعفاء للعلاج. ففي مرة من المرات قلت يعني ليش ما أنا أطلع إعفاء لي وأستصدر إعفاء، يعني أعمل تشخيص لنفسي، طبعا بالموافقة، يعني ما هو ليس بالمخالفة يعني. فصدر لي إعفاء، وأول ما جعل عند الطبيب قال عندك تشمع كبد دهني. إيش تشمع كبد دهني؟ هذا ما سمعت فيه. قالوا يعني انسداد في مجريات أو المواسير التي توصل التغذية إلى الكبد، فيصبح الكبد فيه ضعف. بعدين تطورت الحالة، أصبحت أنزف من كل مسام جلدي، فاضطر الأطباء يعني تحويلي إلى مستشفى من أرقى المستشفيات. كان عندي خطأ إيماني أننا وثقنا في هذا المستشفى، ويعني كان عندنا الضعف الثقة في الله عز وجل، جعلنا الثقة في المستشفى. فلما أجريت العملية وأدخلت المستشفى على أساس أن تزال 3/4 الكبد المتشمع أن يزال، ويبقى الربع الأخير ثم ينمو. الطبيب مدير المستشفى عميد كلية الطب لم يقرأ الملف، فأخطأ وأزال المعدة والأمعاء الدقيقة. لا حول ولا قوة. الآن بعد المعدة وبعد الأمعاء الدقيقة خرجت من المستشفى، أو خرجت من العملية بعد 18 ساعة إجراء للعملية، وأنا أظن أني قد أجريت لي عملية لإزالة الكبد. وحاول الأطباء في المستشفى استدراك الأمر بإنهائي، ولكن بسبب الأعمال الصالحة ونحسن الظن طبعا بالله وليس تزكية، كان كل من في المستشفى، لأني لما حولت إلى المستشفى لم يكن معنا المبلغ، فانتشر الخبر للجميع أن إسماعيل سوف يعمل عملية في هذا التاريخ، فكانت المستشفى تضج بالزوار وتضج بالعمال. فكل ما كان الأطباء يحاولوا أن يجروا إجراء، الله تبارك وتعالى يكشف هذا الإجراء، فما متت. من بعدها خرجت من المستشفى لا أستطيع شرب الماء ولا حتى بلع ريقي، لأنه اكتشفنا في بعد فترة مكثت شهر كامل وأنا لا أبلع ريقي. في البداية اكتشفوا أنهم قد نسيوا حديدة في بطني. يعني أنا خرجت من المستشفى بدون معدة، بدون أمعاء دقيقة. الآن أنا لا أجوع ولا أشبع ولا أروى ولا أعطش، فقد جميع أنواع المشاعر التي يتمتع بها البشر، كل المواصفات التي خلق الله عز وجل هذا الإنسان في هذه الدنيا ليتنعم بها من الشهوات، الآن أنا أفقدها. هذا الكلام في 2010. بعدها تم إجراء 37 عملية. اكتشفت أن هذه المعدة لا تنطوي فقط على مسألة الهضم ولا التخزين. درجة حرارة جسمي في الشتاء أتجمد من البرد مهما جعلوا علي من الغطاء، فلا بد أن يكون الجو مكيف تدفئة يعني. الآن إذا أنا أكلت، أنا آكل أمرا، سامحني القصة طويلة شوية. لا بالعكس. أنا آكل أمرا
لا أشتهي الطعام وآكل وأنا مهتم ومغتم أنني ممكن أموت في أي لحظة، فإذا أنا أكلت آكل بأمر الطبيب، إذا لم آكل يصبح انسداد في الأمعاء، بقي عندي الأمعاء الغليظة وجزء بسيط من الأمعاء الدقيقة. إيش يترتب على هذا الأمر؟ يترتب على هذا الأمر أي أكل أنا آكله وأنت تستمتع فيه ما شكرت الله عز وجل على شهوتك فيه، أن يدخل كأنه طابوقة 15 أو أكثر، قاسي وثقيل وخشن، وإذا خرج يخرج بعد ساعتين تقريبا. في المعدل الطبيعي للإنسان ما بين 18 إلى 24 ساعة أنت تخرج طعامك بعد هضمه وامتصاص الفوائد منه، تخرجه بشهوة وتفرح. أنا يخرج، طبعا هذا ليس شكوى معاذ الله، ولكن هذا حتى تشكر الله على ما فقدتم من هذه النعمة. أنتم فقدتم التمتع فيها، من لم يحرم بها منها فقد التمتع الحقيقي في هذه النعم. فإذا خرج كأني كسرت هذه الشاشة أو زجاج أو شفرات حلاقة، فتخرج بهذا الحال، نزيف وجروح ودم وألم شديد بعد ساعتين. كيف الآن سوف تستقر حياة هذا الإنسان؟ امتصاص ما فيه. كل القصص التي ذكرها الشيخ الله يا رب يحفظه مررت فيها، حتى أن الشيطان مسألة القنوط التي تكلم فيها ما تركني. أدخلت إلى هذه المستشفى بطيبة قلب الطبيب، كان قادم جديد من الخارج. المهم دخلت المستشفى حتى يخرجوا الحديدة، أقل شيء حتى أبلع ريقي. الإنسان يبلع من ريقه كل يوم 2.5 لتر تقريبا. أين 2.5 لتر؟ لو علقت على رقبتك ما تستطيع تعيش. أنا مكثت 4 شهور ما أستطيع أبلع ريقي، أمسك كأس وأبصق فيه، ما أبلع ريق. الريق يبلع لا إرادي، يعني لا أبلع ريقي، يعني لا أنام، لا أتكئ، لا أستطيع أن أقبل ابني، لا أستطيع أن أجلس مع ضيوفي، وإذا جلست بالبصاق. فكيف تكون العلاقة بينك وبين الناس؟ ما شكرنا الله عز وجل على هذه النعمة. فالطبيب اتخذ إجراء حتى يخفف عني هذه المعاناة وأستطيع النوم، فأوقف اللعاب من النزول، لأن اللعاب ينزل وأنا ماذا أفعل؟ لا أستطيع أن أبلع فأخرجه. فأوقف اللعاب، تشقق الفم واللسان وبدأ النزيف. ما شكرت الله أنا في أول عمري على هذه النعم. الآن المعدة ينزل الطعام من ضيق المريء إلى واسع المعدة. عندي العكس، ينزل من واسع إلى ضيق. حركة الأمعاء كلنا نعلم أنها بالحركة الدودية، يعني المعدة تحافظ على، هذا من فوائد المعدة، تحافظ على الأمعاء مفتوحة. إذا ما فتحت الأمعاء بالمعدة إيش يفتحها؟ جيبوا سلك يعني يسلكوا، ما يستطيعوا. فكثير من الحالات يصبح عندي انسداد. انسداد يعني عملية جراحية. دخلت المستشفى هذا الذي ذكرت وجلست فيه 40 يوم في حالة وفاة كاملة. 38 وحدة دم كانوا يجعلوها في جسمي ويصبوها، ولكن تذهب مع النزيف ولا يعرفوا أين مكان النزيف. الإنسان الطبيعي فيه 6 وحدات دم تقريبا أو 8 حسب الحجم. 40 يوم ما استطاعوا أن يغلقوا الجروح. 40 يوم ما استطاعوا أن يغلقوا الجروح في الأمعاء الدقيقة. ليه؟ قال لأن الله تبارك وتعالى علم الإنسان أن يخيط الجروح، ولكن البناء على الله. بروتين البناء كان عندي 0، لا يوجد، لأنه ما في تغذية. والحمد لله أن الله تبارك وتعالى أكرمني، وكان عندنا الثقة بالله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرقية
زمزم. فكانت آخر إجراء جعلوا لي المستلزمات الطبية في المجاري الأوردة، وقالوا بس تنتهي مدة هذه المستلزمات يموت وخلاص تنتهي المشكلة. يعني مشكلة عويصة على أهلي وعلى الجميع وعلى الطبيب. أهلي فتحوا بيت العزاء ولكن ينتظروا نقل الجثة وأنا في الICU 40 يوم. لما خرجت من الICU وأنا لا يتحرك في إلا فقط عيوني، ولكن أخذنا يعني من وراء ظهر الطبيب زمزم. الآن الكل ينتظر انتهاء المستلزمات لأن مدتها تقريبا يعني 3 إلى 5 أيام ثم تتلف. الله تبارك وتعالى مد هذه المستلزمات 40 يوم، ثم لما خرجت من الICU كذلك 15 يوم، خلاف قواعد الطب. يعني ما تآكلت، كان التغذية للقلب مباشرة. فالله تبارك وتعالى أكرمني. سامحني أطلت. لا 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 لا، عكس. الله تبارك وتعالى أكرمني بعدها. قلت لأخي أحضر لي بخاخ الحلاقين لرش زمزم، فكان يرش في فمي شيء بسيط فقط. وكل يوم الفحوصات تفحص كريات الدم البيضاء درجة الالتهاب، لأني أنا إذا كنت أشرب بعد أن أزال الحديدة هذه، إذا أشرب يخرج كل ما أشرب من هذه الفتحات، مثل يعني قصة عمر بن الخطاب لما طعن كيف أبدا مباشرة، يعني أشرب عصير أصفر يخرج أصفر، كل شيء من هنا. فكان الله تبارك وتعالى يعني رحمته بنا عظيمة سبحانه وتعالى. فكان الطبيب يأتي كل يوم في الصباح يطلع على التحاليل. بعد أن بدأنا ببخ زمزم في السر، جاءنا الطبيب غضب وقال هناك شيء أنتم تفعلونه نحن لا نعلم عنه. ونحن لا نفهم في الفحوصات، ولكن نفهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يطاع. فبعد 5 أيام كانت عندنا كريات الدم البيضاء أكثر من 6. يعني في نظام الطب أقل شيء أكثر شيء لازم 1 أو 1.5. فأنا كانت 6، يعني كثيرة جدا. فجاء الطبيب بعد 5 أيام وقال لو تخبروني ماذا حصل. كريات الدم البيضاء تتناقص وتنزل. أنا طبعا ما أعلم عن كريات الدم البيضاء. وبدأ الجرح الداخلي في الأمعاء يغلق. أغلق الجرح كامل. يعني أنا كان من الفحوصات التي يعملونها لي بطني فاتح، ويجعلون في بطني الماء مثل البنشر، كفرات كيف يفحصون الكفر، وينفخوا الماء في فمي الهواء وأنا في الغيبوبة. يعني هذا كان الفحص كذا. وينظروا أين تنسيم فيجدوها كلها تنسم، ما في مكان مغلق، كلها تنسم، ولكن أمر الله نافذ. فالحمد لله الله تبارك وتعالى أكرمني، أغلق الجرح الداخلي، بقي الجرح الخارجي. ولكن الله تبارك وتعالى أكرمني كذلك بمعرفة نعم عظيمة جدا للمعدة، للأمعاء الدقيقة، للنعم التي نتقلب فيها وقد حرمنا منها بالبحث عن غيرها. عندنا نعم ولكن انشغلنا قفزنا عنها بالبحث عن غيرها. يعني الجوع الناس تنظر أنه بلاء، ولكن بالجوع تحصل السكينة بينك وبين أهلك، وبالعطش كذلك. النقص الذي يعتريك إذا جاء الفضل ممن قابلك، يعني يأتي الشكر وتأتي المودة ويأتي الإحسان. أنا لا أجوع، فلذلك مهما قدمتم لي من الخير يعني سامحوني لا أرغب فيه. أنا لا أشتهي ولا شيء، لا أعرف معنى شهوة، لا طعام ولا شراب ولا أي شيء، وإنما أشرب بنظام البرنامج وخوف من الانسداد. الآن إيش يحصل في الأمعاء الغليظة؟ الأمعاء الغليظة تدخل على الطعام، ومثل المجفف الغسيل، مثل النشافة، تعرفون النشافة؟ كل شيء يدخل
في البداية الأمعاء الدقيقة تمتص وتسلك إلى الأمعاء الغليظة، تمتص السوائل الزائدة ثم يخرج. لكن أنا عندي بمجرد خروجها يعني دخولها إلى الأمعاء الغليظة تبدأ في التجفيف. لذلك أنا لا أشرب الماء، أشرب الثلج، آكل الثلج حتى يخفف امتصاص الأمعاء الغليظة فيخرج فيه شيء من اللين، ولكن يخرج كما هو مؤلم جدا. كم النعمة اللي أنت تتقلب فيها أنت إذا ذهبت إلى الخلاء. الآن المعدة تحافظ على فتح هذه الأمعاء. أنت المعدة ما تسمح بخروج الطعام قبل أن يهضم. المعدة هي الفرن الذي يعني يشعرك بالدفء. بدون المعدة أنت ما تشعر بالدفء. كل فترة وفترة أفقد بصري وأصبح أعمى. الآن إيش يعني فقد بصره؟ إيش الحرمان الذي تشعر به إذا فقدت بصرك؟ كل الذي تسأل ما فائدة البصر؟ النظر يعني، قال تبصر به. طب غير، أنت بدون بصر بدون حرية، بدون بصر بدون خصوصية، أنت بدون بصر أنت بدون إرادة، منزوع الإرادة، إرادتك بيد غيرك. هل شكرت الله تبارك وتعالى على هذه النعم التي الله تبارك وتعالى أراك ظاهرها وأخفى عنك باطنها؟ الله تبارك وتعالى أكرمنا وأنعم علينا بعافية بيننا وبين الخلق. ستر الله تبارك وتعالى هذا الجهاز الهضمي، الكبد 500 وظيفة للكبد، من يعدها ومن يعلم بها؟ الله تبارك وتعالى أكرمنا بهذه الأعضاء التي نحن إذا مثل ما قال الشيخ اذكر نعمة نسرد سردا سردا سردا، عيون وبصر طب إيش نستفيد؟ إيش نستفيد؟ فوالله أحباب الكرام إخوتي في الله، أن الله تبارك وتعالى ما يريد لنا إلا الخير، ما يريد لنا إلا الخير وكل الخير. فلما نزع هذه يعني أو أخذ مني هذه النعم وأراحني منها، أكرمني سبحانه وتعالى بمعرفة قيمة نعم كثيرة أنا ما كنت أعلم عنها. هل أنا صحيح في نظر الجميع أني محروم، لكن الله أكرمني، ستر حال المرض عندي. فالذي يمر من أمامي ويذهب لا يعاملني بمعاملة النقص، لا يستطيع، يظن أني إنسان طبيعي. هذا أواجه فيه بعض المشاكل لأنهم يطلبوا مني أشياء خارجة عن إرادتي. هذا المشلول الذي لا يتحرك فيه إلا رأسه من كان يعني